يا هلا والله، هي وكيف. اتكلمنا على الأربعة المجموعة الأولى وعملنا توقع من عالم الخيال. روحوا شوفوا ويلا نبش على بقية المجموعات. المجموعة الخامسة مجموعة قوية. معلومة على السريع مش مهمة، المنتخب الألماني كان يعتبر منتخب الأول، ولكن بعد موقف الخايس ضد قطر والعرب تخسى وشجعكم مرة ثانية. من يعادينا ويكون عنصري يروح الزبالة. ولكن رياضيا المنتخب هذا ما تأمن منه، يعني لما يقولوا لك ماكينات من سط ماكينات، ضروري ما نقطع الغاز والبترول والماء والكهرباء والهواء عشان يتعطلوا. والمنتخب الإسباني شوفوا بهذه التشكيلة الذي معاه يعتبر من أضعف المنتخبات الأوروبية الكبيرة. أسألكم بالله تشكيلة فيها بوسكيتس وسط وتوريس هجوم، إيش بيوقع؟ شوارع بالوسط وجلطة للمشجعين. أما المنتخب الياباني شوفوا هذا المنتخب بعقلنا الباطن مرتبط بيابان التقدم والتكنولوجيا، ومتخيلين إن لاعبينهم روبوتات وبيخرجوا ليزر من عيونهم، لكن بالواقع هو منتخب بيض بالنسبة لكأس العالم. والمنتخب الأخير كوستاريكا. إيش هذه كوستاريكا؟ طلعت دولة. يلا مو مهم، ضروري يكون في شيء غريب على في الديكور عشان يلفت الانتباه. بس كوستاريكا هذا الذي بضحك عليها. كانت أول مجموعتها عام 2014 في مجموعة تضم 3 منتخبات حملوا اللقب من قبل، ولكن مع ذلك توقعي يذهب إلى ألمانيا وإسبانيا. المجموعة السادسة والمنتخب العربي الأخير، والذي أعتقد أنه من أقوى المنتخبات العربية والأفريقية، والذي راح يقدم مستوى قوي. دائما المغاربة يرفعوا رأسنا كعرب، معاكم لاعبين أساطير، وتذكروا إن العرب معكم قلبا وقالبا وأنتم لها. مجموعة نارية فيها المنتخب البلجيكي الذي له 17 سنة حصان أسود وما يقدر يعمل شيء، بالرغم أن عنده نجوم دي بروين وأفضل حارس في العالم كورتوا، والذي أعتبره النجم الأول في المنتخب، ولا تقول لي لوكاكو ولا هازارد. من الأخير المنتخب هذا بيودع، ويتواجد منتخب أصحاب الإتش، مودريتش، جيربيتيتش، برينيتش، المهم هذا الأسماء. المنتخب الذي وصل إلى وصافة كأس العالم عام 2018 قيادة كوليندا غاربار كياتروفيتش. عملت إنجاز وحفظت الاسم، واللي ما يعرفهاش هي رئيسة البلاد عام 2018، وشوفنا التعامل الذي كانت تعامل لاعبين منتخبها. إيش الحنان، إيش الرقة والدلع. لكن ذا الحين معاهم زوران ميلانوفيتش، الله يعين، بس لا وجه للسمرة، أقصد لا حنان ولا شيء. والمنتخب الأخير هو المنتخب الكندي، منتخب مش ولا بد، ولكن انتبهوا من هذا المتر. وتوقعي لهذه المجموعة كرواتيا والمغرب. أما عن المجموعة السابعة فهي مجموعة المنتخب البرازيلي، الذي يعتبر أقوى المرشحين للقب. منتخب بكل خط عنده ترسانة من اللاعبين، يتخيل إن حتى الحارس يقدر يسجل أهداف، وإضافة إنهم ما استدعوا كل اللاعبين، يعني الذي بيفوز على هذا المنتخب مبروك عليه كأس العالم رسميا. وإضافة لوجود سويسرا الشوكولاتة، هذا المنتخب تحسه أنيق جدا، لابس كرفتة، يأكل بشوكة وسكين، ومعاه لاعبين ممكن يقدموا شيء في هذه البطولة. وأيضا يتواجد المنتخب الكاميروني بقيادة إيتو. إيتو لن ننسى أبدا الحقارة الذي حصلت على المنتخب الجزائري وجزر القمر. أتعتقدوا أني حقود؟ لا والله، بس أشياء تعلم بالقلب ومش ممكن واحد ينسيها. وعاد جاي يقول لنا منتخب بيوصل النهائي، لا تعليق. واخر منتخب معنا هو منتخب صربيا، هذا المنتخب تحسهم شقات، شلوهم من عمارة عشان يروحوا يلعبوا ويدفعوا لهم باليومية، كل واحد عنده زندة اكبر من الثاني، يعني نيمار بيتقلب للبحرين هذه المرة. وتوقعي من هذه المجموعة البرازيل وصربيا. المجموعة الثامنة والأخيرة منتخب البرتغالي بقيادة الدون كريستيانو رونالدو. شوفوا الدون جالس يخزن قوته من بداية الموسم عشان ينفجر بكأس العالم. منتخب عنده مجموعة لاعبين مهاريين ممكن يصنعوا فارق، برونو فرنانديز وبرناندو سيلفا ودياش وجواو فينيكس وجواو كانسيلو وطبعا كريستيانو. البرتغال راح تقدم كأس عالم جبار، لكن بالمقابل يتواجد المنتخب الأرجواني الذي عنده مجموعة خبرة مثل كافاني وسواريز، والشباب مثل نونيز وفالفيردي. عرفت الآن إيش المدريديستا راح يشجعوا في كأس العالم؟ ابنهم فالفيردي. وأشوف إن هذا المنتخب راح يقدم مستوى قوي وممتع في كأس العالم. أما عن المنتخب الكوري الجنوبي فالقهر والله إن سون مش راح يلعب بسبب الإصابة، وأكد لكم إن المنتخب مدعوم بقوة، لأن الذي راح يشجعوه هم من محبين الكيبوب من غير الياي والكيوتين. والمنتخب الأخير هو منتخب غانا الذي يقدم مستويات دقيقة أشوف، والله ما لي علم بهم، سق الله أيام زمان يمكن موجود مونتاري ومايكل إيسيان. على العموم يكفيهم شرف التواجد في كأس العالم. ومن هذا المجموعة بيتأهل البرتغال والأرجواي.
وبالأخير كما قلت هذه فقط دردشة ومش تحليل، وبالأخير أهم شيء هو رأيكم. سؤال: من هو المنتخب العربي الذي تشوفوا أنه راح يوصل بعيد في كأس العالم؟ وأيضا من المنتخب الذي راح تشجعه في كأس العالم؟ ردوا في التعليقات وراح أشارككم الرأي.